يلا يا حبيبتي اتغدي، يلا سمي الله بسم الله. هو ايه ده اللي اتغداه ده اصلا؟ لا يا حبيبي انا ما باكلش الكلام ده. فول انا يا اكل حبيبتي. بط ووز وحمام، لكن ده ما اكلوش ابدا. ماله ده فول يا حبيبتي، الدنيا كلها بتاكل فول. لا يا حبيبي فول ده تاكله انت، لكن انا ما اكلوش ابدا. انت ما تاكلوش ابدا؟ اه يا بابا. دي نعمه ربنا يا كنزي، في انت ايه؟ تنزل دلوقتي حالا تجيب لي بط او وز. هجيب لك يا بط اما او كده وز؟ مش هاكل الاكل ده بصراحه. طب وانا اجيب منين يا حبيبتي الكلام ده؟ انت عارفه ان انا قاعد من الشغل والدنيا مش متيسره معايا ومعيش فلوس. وانت ايه اللي مقعدك يا حبيبي؟ ليه ما تنزلش تشتغل ان شاء الله حتى بياع مناديل؟ ما الشركه عندي يا حبيبتي صفوا العماله عشان الدنيا مش متيسره اليومين دول. ماليش دعوه برضه يا اسلام، تتصرف. مالكيش دعوه. طب كلي يا كنزي كلي يا حبيبتي، انت انا بتهزري مش صح؟ هاكل ده والله العظيم ما بهزر، انا مش هاكل الاكل ده. اتجوزتني ليه من الاول وتعيشني في الفقر ده؟ اتجوزتك من الاول وانا من الاول كنت وحش معاكي؟ ما احنا كنا كل يوم في مطعم شكل، كنا كل يوم في بلد شكل. الظروف بتبقى على الكل. كنت مبين لي ان انت يا اخويا كنت واحد غني، لكن دلوقتي انا شايفاك واحد شحات بصراحه. طب عيب اللي انت بتقوليه ده يا كنزي، انا جوزك على فكره. لا مش عيب. يعني ايه اللي انت بتقوليه ده يعني؟ يا اما تنزل تشتغل وتشوف شغل يجيب لي البط والوز، يا اما اروح عند امي وابويا لحد ما ربنا يكرمك بقى. لا لو على كلامك روحي يا ماما، انا هنزل اسرق يعني عشان اجيب لك بط ووز؟ المثل بيقول على قد لحافك مد رجليك. انا كنت معايا والدنيا كانت تمام معايا، بس ما عملتش حساب اليوم اللي انت تقولي لي فيه كلام زي ده يا كنزي. لو اعرف والله العظيم ان انت هتقولي لي كلام زي ده في يوم من الايام ما كنتش اصلا وريتك مطاعم ولا سفريات ولا بلاد ولا الكلام ده كله. وانت ما عملتش حسابك ليه يا حبيبي؟ يبقى معنى كلامك كده ان انت معايا على الحلوه بس. طبعا الحلوه بس، امال عايزني ابقى معاك على الوحشه؟ الوحشه دي تعيشها انت، لكن انا ما اعيشهاش معاك. ما تعيشهاش معايا؟ ايوه. طب كويس بقى، ده كل واحد بقى بيبان مع الوقت. بالظبط كده، انا بنت مع الوقت، وانا مش هبقى معاك طول ما انت بتاكلني فول والكلام ده. طب دي يا بنت الناس عشتي عاجبك بيها؟ طب دي يا بنت الناس عشتي عاجبك كان بيها؟ مش عاجبك لا والله اشوف انت عايزه ايه وانا معاكي. لا بص بقى يا اسلام، انا مش هعطلك، انا حلو هروح قوي. عند اهلي. لما انت حضرتك تبقى تعرف تجيب لي الفراخ والبط يا حبيبي ابقى اجيلك، لكن فول انا مش واكله فول، ماشي؟ فول انت مش واكله فول؟ بالظبط كده، بالالف هنا وشفا على قلبك، مع السلامه. مع السلامه. ايوه. خلي بالك لو مشيتي بمزاجك مش هترجعي غير بمزاجي وبراحتك. دي ما بتردش عليا كمان. انا اللي عملت كده، انا اللي استاهل، انا اللي طمعتها من الاول، انا اللي كنت كل يوم في مطعم شكل، انا اللي كنت كل يوم في بلد شكل، يلا دهب يلا تركيا يلا دبي يلا مش عارف فين يلا. في الاخر لما وقعت والدنيا مش احسن حاجه معايا تعمل معايا كده وتقول لي انا ما اكلش فول انا عايز ابط ووز. انا اللي غلطان والله، ما انا واكل سدت نفسي. ليه تعمل فيا كده؟ ليه تكسر بخاطري؟ الحاجة مش بقول لها حس ليه؟ حاجة يا حاجة نادية. ايوه يا غالي. ايه انت سايباني قاعد لوحدي ليه حق كده؟ عليا يا حاج. اقعدي جنبي كده ولا اقول لك اعمل لنا حاجة نشربها جنب التلفزيون. عليا يا حبيبي. يلا يا يا ساتر يا رب، ايه الدبابة البشرية دي؟ ايه مفيش بابا، سلام في إيه؟ عليكم؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة عشان يا حاج. وانا اتكلمت هتشوف لسه؟ البنت الاول بعدين اعمل لك اللي انت عايزه. مش عايز اهو. مفيش حاجه يا ماما، يعني انا جايه اقعد معاكم يومين. ليه يا اختي جايه تصيفي؟ لا مش جايه صيف ولا حاجه، يعني هقعد معاكم يومين كده وامشي. ايه يا بابا مش عاجبك انت ولا ايه؟ مرتاحة للقصة دي؟ لا. اصل حتى لو جاية تقعدي معانا يومين ولا حاجة كان جوزك جابك لغاية هنا كنت اتصلتي كانت جابت شنطه فيها غيارين. ما يا مثلاً. جماعه بقى عادي، ما تركزوش في الكلام ده. ما نركز في ايه بقى بالصلاه على النبي؟ عليه الصلاه وافضل ده انت السلام. الدمع في سلام. عينك. لا يا بابا مفيش دمع ولا حاجه، مفيش حاجه يا ماما انت صدقيني. قولي لي في ايه؟ بصراحه خربت لي ودنك الله يخرب بيتك. استنى اتكلمي يا حبيبتي، بنت. مالها؟ اتخانقت مع اسلام يا بابا. ايوه كده قولي ايش جنيني، ما انا عارفك هو زعلك في ايه؟ يا ماما اصبري بس وما زعلنيش في بقول حاجه. لك بالهداوه شوف بالهداوه. عمل لها ايه الشملول ده؟ بصراحه يا جماعه انا اتخانقت معاه عشان هو بقى عصبي قوي الفتره الاخيره، وبقى يمد ايده كمان. وبيعمل ايه؟ بيمد كسر ايده عليا. ايده اللي يمد ايده على البيت. غيره بس هو ده اللي عمله يا بابا. غيره في حاجه تانية. لا مفيش يا بابا، هو ده اللي أنا بالراحه على بقولك البنت عليه. يا حاج. ابراهيم بنت حاج مش هو ده اللي كان عمال تجري وراه؟ معلش. طب تقول لي الحقيقه وافهم في ايه بالظبط
عشان الراجل لو جه ولا حاجه اعرف اتكلم معاه، لكن لو كذبتي وسبتيني على عمايه هغرقك معايا. لا يا بابا، ما انا بقول لك اهو. اسلام بقى عصبي الفتره الاخيره قوي يا بابا، ما بقتش عارفه اتصرف معاه بجد. بقول لك ايه، بنتنا عندنا لما تروق دمها اتحرق دلوقتي. صح يا ماما. هو انت ليه ما سالتهاش مثلا ما جاش ليه؟ ما قالكيش ايه؟ عملت ايه؟ بنتي ما بتغلطش. بنتك بتكذب. لا ما بكذبش يا بابا. خلاص نطلق يعني. براحتك بقى. خلاص انا يا اصلا حاج. ما بقتش بنتنا اشيل عيشه عندنا معاه. اللي عايزها يجي لها. خلاص براحتكم بقى، انا قلت اللي عندي. يعني انت مش هترن عليه يا بابا تجيبه؟ نعم. ليه؟ اقول له تعالى صالح بنتي يعني ولا اعمل لا ايه؟ نشوف هو عمل لها ايه. لما يبقى يجي بقى براحته. لا رن لها اصل عليه. هي لو غلطانه كان زمانه جه قبليها. انا هرن عليه واشوفه بقى مزعل بنتي في ايه. صدقيني والله العظيم لو غلطان انا عارف اسلام. هترن عليه ولا رن انا؟ اتصرفي بقى. يا ماما لا، اكلم بابا هو اللي يكلمه عشان يعرف اللي انا فيه في ظهر الرجاله. صحيح. هاتي لي التليفون. خد. اتصلي عليه. خد. بيتأمر كمان. هو مش عارف واخد بنت مين؟ مش عارفه يا ماما، قولي له. ايه يا اسلام، ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ اهدى بس اهدى. اهدى. هديكي بالقلم على وشك. اهدى يا اسلام. ايه اللي حصل؟ بقول لك ايه؟ خلاص يا ماما ما تعيطيش. بقول لك معلش. ايه؟ تعالى بقى نتغدى سوا ونشوف القصه دي ايه ونشوف عملتوا ايه. حاضر يا عم ناجي، حاضر. ماشي؟ ماشي يا عم ناجي، اتفضل اتفضل. والله العظيم ما عايز اروح في حته. انا اشوف القصه وانا اسمع من طرف واحد ولا ايه؟ لا حقك يا حاج. امال ايه؟ انا ما بحبش العوجان. بس خلي خدي بالك لو بنتك طلعت غلطانه والله العظيم هعلقها يعني. بنت ما بتغلطش. هعلمها الادب. يا بابا لما ما ما بتغلطش غلطش يا زي بابا ما امها. عملتش حاجه. امها ما بتغلطش ابدا. بقول لك ايه يا حاج، تبان انت جاي في صف. انا مش عارف دخلوك تحج ازاي. يا احنا بابا جايين منتظرين اهو. بقول لك ايه يا بنت، ده انت في بيت ابوكي تاكلي لقمه وترمي 10. انت في صح يا بيت ابوكي ماما. طلباتك اوامر، ربنا يخلي ابوكي يختي في الدنيا. صح يا ماما، ربنا يخليه لنا يا رب ويخليكي لينا يا ماما يا رب. لا تعملي ما كفايه كده. قمر انا مراتي تكسرني وتقول لي انا ما اعيش معاك غير لما تجيب لي حاجات بط ووز وحمام، وتقول لي اشبع انت بالفول. انا اللي عملت كده، والله العظيم انا اللي عملت كده بنفسي. هو صنف ما يتعاشرش، يبقى معاك على الحلوه وعلى المره لا. انا هقدر الراجل الكبير وهروح له، ولو رست على كده والله العظيم ما اطلعها وما تلزمني. لو هبيع اللي ورايا واللي قدامي دي ما تلزمنيش. ماشي 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 يا كنزي. على فكره اسلام زمانه جاي، وخدي بالك لو كلامك طلع كذب ولا عكس ما انت قلتي ولقيته على حق هتشوف ايام اسود من الطرحه اللي انت لابساها دي. سامعني؟ وانت لما يجي الراجل اوعي تتطاولي ولا تتكلمي كلمه مش مظبوطه. يعني يظلم بنته. ايه بصي نسمع. سمعتي بنتك؟ سمعتي بنتك؟ سمعت. نسمعه هو كمان. سمعت الرعد انت وبنتك. خلاص جرى يا يا ماما ناس. بقى، خلاص. تستريح عليا شو متاخر ليه؟ اتفضل. السلام عليكم. يلا قوم اعمل لنا حاجه للشباب انا والراجل. لا. ازيك يا عم ناجي؟ ازيك يا حبيبي؟ تعالى اقعد عامل ايه؟ تعالى اقعد. ازيك يا حاج؟ ازيك ايه؟ عامله ايه يا حاج؟ لا انا قاعده اشوف عمل البيت. اسمع الكلام عايز ايه يا حاج؟ كده خليك واقفه زي الصنم براحتك. عامل ايه يا حبيبي؟ اخبارك؟ الحمد لله يا عم ناجي. على فكره انا ما كنتش جاي والله، بس يعني كلام حضرتك على راسي ولازم اقدرك في مقام والدي الله يرحمه. ربنا يكرمك يا ابني، ربنا يخليك. اتفضلي يا حاجه، اتفضلي ياما اقعدي. قول لي بقى، زعلت بنتي في ايه يا اخويا؟ انت عارفه يا حاجه ان انا ما بزعلش حد مني. امال جايه ليه تقول لي اقعد عندك كام يوم ياما؟ يبقى بنتي ما بتجيش غير بالسهل، يبقى انت زعلتها. قالت لكم ايه يا عم ناجي؟ قال لي كلمتين ما رضيتش تقولهم. بص يا سيدي، معاك يا عم ناجي. هي ما قالتش اي حاجه خالص، بس جايه زعلانه وشويه كلام كده انا مش مصدقه. انت اللي زعلانه؟ ما يطلعش منك. انت المفروض انت اللي تزعلي. ما انا عايز اسمع منك بقى، بس من غير عصبيه كده وبالهداوه. صلى على النبي يا عم ناجي. علي افضل الصلاه والسلام. السلام. لو انت دلوقتي معاك ملايين الدنيا كلها، حلو. في حد بيفضل على حاله؟ لا طبعا. الدنيا يوم حلو ويوم وحش. كلام مظبوط ياما. انا يا جماعه يعني ما تزعلوش مني، يعني انا ما ينفعش اقول كلام زي ده، بس انا هقول لكم لازم اعرفكم الحقيقه. اسمع يا اخويا. سمعنا يا حبيبي. يا وليه قلت لك ما تقطعوش. يا عم ناجي دلوقتي انا يعني الدنيا كانت متيسره معايا وكنت شغال شغلانه حلوه،
والدنيا زي الفل، الحمد وكنت لله. كل يوم في بلد شكل انا وبنتك، وكنا كل يوم في مطعم شكل انا وبنتك. حصل. واكيد كنتوا بتشوفوا الصور على الحالات والدنيا دي كنت كلها. بقول لك لم نفسك يا ابني واعمل حساب اليوم لخبط. الحمد لله اللي انت فاكر. دلوقتي انا الدنيا وقعت معايا وما معيش فلوس وقاعد من الشغل بقالي فتره. تمام. والحمد لله يعني احنا يعني احسن من غيرنا. الحمد في ناس لله. بتنام اقسم بالله جعانه، والله في ناس بتنام جعانه يا عم. كلامك هناك. مظبوط يا ابني. في فول عندنا وبتاع، وانا ما معيش فلوس اجيب اكل دليفري ولا اجيب غسيل لبيتي، وفي طبق فول، فبقول لها يلا يا حبيبتي عشان نتغدى انا وانت. يا اخويا انت تاكل انا بنتي فول. شفتي بقى يا ماما؟ يا حاجه طب بعد يا اذنك بابا. بس احكي اللي حصل وبعدين يتكلموا براحتكم. انا ما لا. اتكلمتش، بتتكلمي ليه؟ انت تاكل بالتليفون؟ لا يا اخويا الدنيا دايت بيها بتبقى مفتوح، تاكل الغالي والرخيص؟ لا ما عندناش حاجه رخيصه. انت بعد عزها تاكلها فول؟ ليه يعني؟ يا اخويا اللي مش قادر ياكلها يسيب طبقها تتمتع فيه. يا حاجه طب اهدي، طب يا حاجه لو انا كملت كلامي، انا ما كملتش كلامي يا حاجه، افهم الموضوع كله وبعدين يا جماعه اتكلموا براحتكم. فيا عم ناجي دلوقتي فانا الدنيا مش متظبطه معايا، فلسه بقول لها يلا يا حبيبتي مد ايدك نتغدى وفول وبتاع. قالت لي فول؟ انا ما اكلش فول، انا عايزه بط ووز وحمام وما اعرفش ايه، وقعدت تزعق يا عم ناجي. انا ما معيش اجيب يا جماعه، خلاص. اقسم بالله يا حاج. خلاص يا اخويا. بتابوها لما تعرف تبقى تجيب. يعني ايه الكلام ده يعني يا حاجه؟ انا ما كنتش حارم بنتكم من حاجه، اقسم بالله ما كنت حارم بنتك من حاجه يا عم ناجي، والله ما كنت حارمها من حاجه خالص. يا ابني كانت تقول عايزه كذا كنت بجيب، يلا نسافر على كذا بنسافر ومش مقصر. اخرتها تعملي معايا كده يا كنزي؟ اخرتها تنكري كل حاجه يا حلوه. ابني يا ابني اهدى شويه، انا والله العظيم انا مصدقك. هي يا ست تعالي لي هنا معاهم فلوس ونفسه هفتوا على الفول والطعميه. ماله ايه الفول؟ المشكله يعني؟ ماله الفول يا عندك حاج؟ مشكله وكده ما بتاكلوش انت؟ الدنيا كلها بتاكل بابا فول. فول وطعمية يعني؟ ده يا ريت جايب طعمية، ده جايب فول بس. يعني طب ما تاكل. يا لازم خساره، ما لا بقول لك ايه، الحلو ما ازاي بيتكلش. تلزم من صحابك وبتاع الدنيا وبتاع جوزك؟ ما الست اللي هي مش مظبوطه ومش كويسه، اول غلطه بيقع فيها جوزها بتفضح الدنيا، بتجرسه، دي تبقى ست؟ ها؟ لكن مش لما يبقى اصيله عيب- والله، اللي تعمل لما كده يبقى- مع جوزها تبقى ست مش اصيله. لما يبقى معاه فلوس وتجري امال انا بحبك وبموت فيك وبعشقك وانا مش عارف ايه وانا دلوقتي بقيت خلاص اتنسيت. ها؟ الحالات اللي كانت بتنزل دي كلها كذب، دي كلها كذب. بقول لكم ايه بقى انت وبنتك، نعم. عشان شكلكم كده مش عايزين تجيبوها لبره. اسمع يا ابني، بنت قليله الادب ما طلبتش ما عرفتش اعلمها ازاي تتعامل مع جوزها، سيبها لي بقى هنا 3-4 اشهر اعلمها الادب، اتظبطت اهلا وسهلا، ما اتظبطتش تقعد زي الكلبه تمسح وتغسل وتنظف وتكنس واطلع لك عينها. صلى على النبي يا عم عليه ناجي، الصلاه والسلام. كلامك على راسه ويحترم. بنتك قاعده جنبك اهي، ولو هي مش عايزه تعيش معايا اللي انتوا عايزينه يا جماعه انا اعمله لكم، لكن مش انا اللي يتقل بيا ولا يتصل بخاطري لا. ولا تهني. معاك. انا قمت بكل حاجه حلوه معاها وما قصرتش باي حاجه، بس اتخن شنب بيقع واتخن شنب الظروف بتيجي عليه. خلاص يا اسلام. انا ايه ذنبي؟ قسما بالله انا ايه ذنبي؟ ان عادي كده اكلك شهر بحاله فول وطعميه، على طالما في غير فول وطعميه لمده شهر. لا مش عليا عايزة ناس. أكل كده. اسكت انت ما تتكلميش وما كسر عظمك، سامعاني؟ اسلام بقولك بصلي، نعم يا كنز. انا مش هينفعني العيشه دي معاك. انا عايزه واحد اللي يكون معايا ياكل ويشرب وكمان يفسح، وانت خلاص ما بقتش تعرف تعمل اي حاجه من الكلام ده. شايف بنتك يا عم ناجي؟ شايف بنتك؟ انا خجول قوي منك ومش عارف هقول ارد ليه عليك. مش حقها؟ حقها. ايوه طبعا، امال هو متجوزها ليه؟ مش عشان يصرف عليها ولا يجوعها في بيته؟ صح لا يا لا، ماما عندك لازم حق. يصرف عليها، ولو معهوش فلوس يستلف مالناش ويضحك. دعوه. أيوة. امال هو راجل ليه؟ ايوه امال ايه؟ هو راجل بالفلوس بس. على اذنك يا استاذ دقيقتين اتنين. خد راحتك يا عم ناجي، عندك حق يا حاجه في كل كلمه بتقوليها. قومي قدامي. عندك حق، عندك حق يا حاجه، عندك حق، عندك حق يا حاجه فعلا، كل كلمه بتقوليها صح. اتفضلي خش. قصرت رقبتك هتجدعي فيك وفي امك. بنت انت، الراجل لحد دلوقتي ما غلطش وما عملش حاجه وحشه، كل اللي عمله ان هو اتزنق يومين 3 ولا اسبوع ولا شهر ولا حتى سنه، وبتسيبيه بابا. وتجري. يا بابا ماشي يا بابا، بس لا انا مش هحب كده. هو انت عايزني اخس يعني واطبل يا بابا معاه؟ لا مش عايزك تخسي، انا عايزك تبقي زي الفيل. اعمل بيك ايه دلوقتي؟ يا اعمل لك ايه وانت جايه؟ يعني تسيبي بيتك وجوزك عشان ما اكلكيش؟ ما يا بابا كده مش هياكلني ولا يفسحني ولا يخرجني ولا يعمل اي حاجه خالص. يا بنت الدنيا اليومين دول صعبين،
وبعدين الست الاصيله لازم تمشي مع جوزها على الحلو لما وعلى يخرج المر. يشتغل يا بابا اي حاجه. شغلته يا بنت ما اعرفش غيرها، هيروح يمد ايده للناس. والله لو اعرف ان انت هتفضل كده ما كنت جوزتك بنتي اللي مرفهاه ومدلعاه، تاكل عندك فول وفلافل، ده حتى على راي البنت ما فيش فلافل. يا حاجه اللي انتوا عايزينه يا حاجه، لو عايزينها طلعها دلوقتي. يكون احسن. ابو قوم اعمل لي حاجه كوبايه ليمون عشان فورت دمي. بريح دمك زي ما حرقت دمي. الناس دي ما بيفهموش اصول والله العظيم. لما اشوف ابوها هيعمل ايه، والله لو رست ان انا اطلعها دي ما تلزمنيش اصلا. زوجة مش اصيله. ينزل يشتغل اي حاجه يا بابا عادي، ما عنديش مشكله، المهم اللي هو يجيب لي فلوس باي طريقه. طب ما انت معاكي مؤهل عالي وقاعده في البيت زي الدب الاسترالي، ما تنزليش تشتغلي واستعديه. لا يا بابا وانا متجوزه عشان اساعده؟ اما انت ما خلتنيش انزل اشتغل وكنت بتحايل عليك قد كده، انزل اشتغل واساعده هو. يا بنت الست اللي بتحب جوزها بتشيله في عينيها وعلى دماغها. لا يا بابا. بص تعالى يا ناجي. انت ايه اللي دخلك؟ اسمع اشوفك عايزه. تعالى يا ماما اسمعي بقى كلام بابا. اسمع يا حبيبتي قول. قول لها اللي انت كنت بتقولهولي. يا ناجي. بابا اللي كان طول عمره رافض الشغل وقال لي مستحيل تشتغلي ابدا على جوزتي، بيقول لي ما انت معاكي مؤهل عالي وانزلي اشتغلي واصرفي على جوزك. ساعديه. اصل ساعديه. هو اللي زي الانسان ده ما بيقعدش، اكيد بيدور على الشغل ومش مستنيكي تقولي له، بس تصدميه كده من اول وهله وتنزلي تفضحيه عند هنا وهنا وهنا، ما بياكلنيش ما بيشربنيش. بقول لك ايه يا ناجي. نعم يا ستي. ما يلزمناش. يعني انتوا متفقين على كده؟ خلي بالك اللي زي الانسان ده لو تف مش هينحاسها تاني. يا عم احنا مش عايزين. مش عايزينه؟ طيب هنعمل كده، بس اقسم بالله والله العظيم لو اوريك النجوم في عز الضوء، لا في خروج ولا فسح ولا اكل، وانت تبقي زيها، اكلكم كل يوم فول وطعميه. يا عم اجري انت بقى كلام. بقى كلام؟ ايوه. طب هنشوف. مش هينوع عليك يا ناجي. لا توني انت بتعلميها الفساد، بدل ما تقولي لها كلمه كويسه تقولي لها بنتها. ناجي نعم يا اختي. هي كلمتين. اسمع كلامي، بنتي مش مروحه، خش يا بنت اقعدي. كده مع يعني؟ السلامة، يلا. ده هي فيكي وفي بنتك، كانت مصيبه فيكي وفي بقول لك ايه، ايه يا ماما؟ ولا تزعلي ولا يهمك، بس انت قولي لي يا بنت خسيتي كده ليه؟ ماما بياكلنيش وكان بياكلني جبنه وانا ساكته ومش عايزه اكل جبنه يا ماما، لكن هي حصلت بقى على فول. لا ده كده كتير بقول قوي لك يا ايه، ماما. هتقعدي في تابوك تاكلي لقمه وترمي 10. يعني كده طول ما انا قاعده معاكي ما تخافيش، انا سردك وضهرك. وبقول لك صح يا ايه، ماما. ابوك اللي بيقول لك مش هاكلكم، هو ابوك يمتلك حاجه؟ بكل الحاجه باسمي. صح يا يعني اذا ماما، كانش عندك ابوك حق. عاجبه يقعد جنب مين؟ بالظبط، يقعد جنب اسلام. يلا بينا. صح يا ماما، يعني انا ما اخافش خالص حتى لو هتطلق منه. عاد يا بنت يغور ويجي لي وكوارع طابور. صح يا ماما انت عندك حق، بس انت عارفه يا ماما اقول لك على حاجه، تعرفي برضه اللي انا كنت بحبه بس بعد. طب خلاص يا حبيبتي جيتي اشتكيتي منه لو شايفه. لا ما هو اهم حاجه يعني يكون معاه فلوس يا ماما. خلاص لكن يا هو حبيبتي. دلوقتي ما بقاش معاه فلوس. انسي. ما بقتش احبه كده بقى بصراحه دلوقتي. الله يصلح حاله بعيد عننا. بقول لك ايه، ما تشغليش نفسك. بقول لك ايه، قومي بقى كده خدي لك دش وغيري ونامي. امها دي هي اللي حربايه، هي اللي وش السلام النصايح. عليكم. اهدى شويه، انت بتكلم نفسك يا ابني، حصل لك حاجه؟ هي ما تستاهلش لا هي ولا امها. اتفضل يا عم ناجي. على فكره والله العظيم انا عارف متاكد ان بنتي مش كويسه وما تستاهلكش. ليه يا عم ناجي طيب؟ ليه؟ انا ما قصرتش بحاجه، بس ظرف وقعت فيه، كلنا بنقع. ليه ما تستحملنيش؟ متجوزاني بس عشان خاطر مصلحه، عشان ابقى معاها على الحلوه وعلى المره؟ لا، في ناس كده ومن ضمنهم بنتي او اولهم بنتي اللي بتقويها امها يا سيدي. لا طالما بتقويها امها يبقى تقعد جنب امها. بس كده وهم بقى طالبين الطلاق. براحتهم يا عم ناجي، اللي هم عايزينه انا معاهم ما والله، انا جاي لك يا حبيبي اهو. اللي هم عايزينه. تمام. هي طالبه الطلاق هي امها. تمام، تمام. اللي هم عايزينه. طالما طلبت الطلاق وبقها يبقى ملهاش حاجه عندك ولا مليم ولا هلله، وانا يا سيدي اللي هقف جنبيك. ماشي؟ والله العظيم ما خليها تاخد عشاء، خليها تخرج من بيتك يا اسلام بالجلابيه المقرحه اللي عليها دي. اللي انتوا عايزينه يا عم ناجي انا معاكم فيه. انا بقول لك انا جاي انا في صفك اهو. انتوا يا بابا هو انت من امتى اصلا بتلبسني جلابيه مقرحه؟ إيه اللي انت بتقوله ده يا بابا؟ هتلبسيها يا حبيبتي. ما تقللنيش مش انت قدامه. افتريتي؟ افتريتي ولا ما افتريتيش؟ لا ما افترتش، هي مش طالبه اكتر من حقها. بالظبط. على فكره حق اللي هو ايه؟ معلش يا حاج زي. مش عيشه هنيه، مش فول وطعميه. والله صح يا ماما عندك حق. عندك حق يا حاج. انا مش عارف انت بتتبطلي على ايه. ده البطران عيشته قطران، عندك حق. هتندمي. بقول لك فكري إيه؟ كويس وسيبك منها. اسمع يا ناجي، يطلقها وبنته تقعد عندنا.
طب لو طلقها يا ست انا كمان هطلقها، عادي. بس انت مش هتعرفي تاخدي مني حاجه. لا بالك انت مش واخد بالك منه يا ناجي، واللي ما عملتلوش حساب انت كاتب كل حاجه باسمي. فوق لنفسك يا ناجي. يلا يا بنت خلي ابوك يخبط دماغه في الحيط. كنت بضحك عليك والله العظيم ما ليكي حاجه وهتنحاسب المرات. استنى كنزي. يا يا بنت. طلقني الاول. يا اقول بنت. كلمتين اتنين، اتفضل. هتقبلي تعيشي معايا ولا لا؟ لا هتطلقني يا سلام. براحتك. ارمي عليها اليمين، واخد بالك؟ وانا اللي هقف جنبك. انت لأن طالق، ما استهملش ماشي. ما استاهلش. انت حاجة طالق ترجع وخلص لي. الموضوع كده يا عم ناجي، وزي ما انت ما قلت ملهاش حاجه عندي. بس كده تمام؟ تمام. خلي امك بقى تاكلك وتشربك. هتاكلني مش وتشربني لو لقيتوا أحلى. تاكلوا. يلا بينا يا بنت. يلا يلا مع بالسلامة. السلامة. يلا بقى. خليك قاعد ينفعك. اللي قاعد ينفعك. حقك عليا، وكل اللي انت عايزه هتاخده، وعفشك بقى هيجي لك كمان يا عم. عايز حاجه تاني؟ سهله يا عم مش ناجي، عايز انزل وانت زعلان. سهله. انا لو اعرف ان بنتك كده انا ما كنتش اتجوزتها، اقسم بالله. ده احنا ما كملناش سنه ونص متجوزين. لا حول ولا حبيبتي. قوه الا بالله. لا وبنتي انا هاخدها يا عم ناجي بعد اذنك. ده بنتي ما انت تقعدش معاها. انا بنتي بس طلعها بنتي زيها. لا انا بقول لك بنتي حط بنتي انا هاخدها. تطلع البنت لامها وانا مش لا عايز انا أطلع بنتي لأمها. انا هاخدها يا عم ناجي، وكده كل واحد يروح لحاله، وسلام عليكم يا عم ناجي. عليكم السلام. وزي ما شفتوا معانا يا جماعه، اللي هي عملته ده صح ولا غلط؟ يعني الزوجه ما تقفش مع جوزها في الدقيقه وتقف معاه في الحلوه بس؟ يعني هو ده يرضي ربنا؟ انتوا شايفين ايه اللي هي عملته ده صح ولا غلط يا جماعه؟ مستني رايكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك ومشاركه عشان خاطر نشوف اراء الناس ايه في اللي حصل. بجد الزوجه اللي ما تقفش مع جوزها في المره قبل الحلوه يبقى ما ينفعش تعيش اصلا معاه، يبقى زوجه مش اصيله. الزوجه الاصيله تساند جوزها وتقف معاه. السلام عليكم، وما تنسوش تصلوا على النبي، صلوا على عليه الحبيب الصلاة عشان قلبكم يطيب. السلام عليكم. سلام يا باشا.